قليل قوي لما يشدك فيلم مصري او حتى مسلسل مصري وتقول انا عايز اشوف العمل ده، وده بيحصل كل فتره يعني. وده اللي عمله مسلسل سفاح الجيزه. المفروض المسلسل ده انه قصه حقيقيه، حتى كل فيديوهات السفاح موجوده على يوتيوب، فانت المفروض داخل المسلسل وانت عارف كل حاجه فيه. بس هل مسلسل سفاح الجيزه اللي نزل على شاهد هل فعلا بيمثل القصه الحقيقيه؟ انا بقول لك من دلوقتي لا، القصه اللي في المسلسل لا تمثل حوالي 10 او 20% من القصه الحقيقيه، وده اللي ما كناش نعرفه قبل بدايه المسلسل. وعملت فيديو بيتكلم عن اول 4 حلقات في المسلسل ده وايه التشابه بين الدراما والحقيقه. عيب في ابننا اللي الحته كلها بتحلف بيه. انا لقيت لك الدواء اللي ما كنتش لاقيه. ربنا يكرمك يا عاوز اتكلم عن كذا حاجه كده، يعني مثلا دور داليا شوقي هل فعلا كارثي زي ما بيقولوا؟ انا بالنسبه لي كان دورها حلو جدا، مش زي مثلا ميان ميونه ومش عارف رنا رئيس مثلا عماله تكرر ادوارها كل شويه، ولا كانت بتمثل بالفرانكو انا مش عارف ايه دولار ولا يورو والكلام اللي هم بيعملوه ده. كم في اليوم في الساحل؟ دولار ولا يورو؟ 120 per يعني I like to invite my friends. الدولار ولا يورو؟ لا كانت بتمثل عادي جدا، يعني بالنسبه لي حتى المشهد اللي ما كانتش موفقه فيه كانت عاديه فيه، ما كانتش اللي هي بقى عملت دور كارثي في تاريخها ومش عارف، لا كان دورها عادي جدا. انا حاسس ان الناس جلدتها اكتر ما هي، يعني هي عملت الدور عادي، فما تتجنوش على الناس كده، في ناس بتمثل اسوأ منها بكتير وفي ناس بتطبل لهم عادي جدا، فمش عشان واحده غلطت في مشهد تجلدوها كده. انا بالنسبه لي المشهد كان عادي جدا، ممكن يكون فيه افوره شويه بس كان عادي يعني يعدي. وبعدين عايز اتكلم بقى عن راكين سعد. راكين سعد بالنسبه لي من اهم الممثلات الشباب في الفتره دي، وعملت اعمال مؤخرا او مش مؤخرا، عملت اعمال عموما تدل انها ممثله تقيله، زي مثلا مسلسل مدرسه الرواب اللي كان على نتفليكس، كانت عامله دور حلو جدا. حتى في مسلسل ريفو كانت عامله دور حلو جدا وله علاقه برده بالمرض النفسي والعلاج ولما ابوها توفى، فكانت عامله برده ادوار تقيله. فبالنسبه لي راكين سعد واحده من اهم الممثلات في المسلسل ده. ندخل بقى على احمد فهمي. بالنسبه لاحمد فهمي مش عامل كده دور سايكوباتي وخلاص، لا هو عامل دور سايكوباتي ودور صاحب قتل صاحبه ودور واحد بر بامه وواحد ابوه مات فهو عنده ذكريات عنه فطلع مثلا سفاح زيه. بالنسبه لي احمد فهمي عامل دور فعلا يقال عنه انه دور من احلى ادواره، وده بالنسبه لي في النص الاول من المسلسل، لان النص الثاني هو يعتبر ما عملش حاجه. حتى المشهد المؤثر اللي عيط فيه، وعلى فكره المشهد ده مش بيبين لك ان هو سايكوباتي من زمان، لا مشهد العياط ده هو بيقول لك انه كان عادي ودي اول ضحيه ليه فعيط. وكمان لما شفنا الفلاش باك لما امه قتلت ابوه برده ده تاثر معاه، فده على ده خلاه بقى سفاح بعد كده. بس اصل شخصيه احمد فهمي ما كانش سفاح خالص، لا كان شخص عادي، والظروف اللي خلته يعمل كده سواء ظروف الفلوس انه ما كانش معاه فلوس، او سواء ظروف جوازاته في جوازته الاولى مثلا اللي كانت فاشله ومراته كانت عايزه تسيبه، او حتى علاقته النسائيه الثانيه. كل علاقه كان ليها هدف معين، سواء فلوس سواء مشكله معينه سواء مصلحه معينه، فكل علاقه كان ليها هدف معين في دماغه. حتى الضحايا بتوعه ما كانوش لاهداف القتل، لا هو كان بيتعرض لمشكله فبيقتل عشان، وانا ما ببررلوش القتل، بس هو كان هدف بالنسبه له، لا ما كانش هدف بالنسبه له. الحاجات دي جت بعد كده مع الاحداث. فبالنسبه لي احمد فهمي ما كانش سفاح بالفطره ولا حاجه، ولا موت ابوه قدام عينه ده اثر فيه الا حاجه بسيطه، انما العوامل اللي بعد كده هي اللي اثرت فيه وفي شخصيته. الممثله حنان يوسف، بالنسبه لي حنان يوسف كانت شايله الجزء الثاني من المسلسل بالنسبه لي. حتى المشهد بتاعها في اخر الفيلم كان خطير، اللي هو ابنك بيعمل عشانك كل ده، في الاخر قلت له كلمتين بالنسبه لي هم دول اللي قتلوه، كلمتين كان فيهم جحود جدا لاحمد فهمي. ما اعرفش هي عملت كده ليه، هل هي عشان هي مريضه نفسيه او كده، بس انا بالنسبه لي الام هي الدعم الوحيد ليك، فازاي تعمل كده؟ فهل كان في حاجه في دماغها؟ هل كانت هي عايزه تطلع من الحوار وخلاص؟ انا ما اعرفش، ما اظنش ان كان ليها مبرر تعمل كده في احمد فهمي، حتى لو هو ضايقها، حتى لو هو جاب لها الشرطه، حتى لو كان فاكره ان احمد فهمي هو ابنها الصالح الوحيد وطلع كده، ده ما يخليهاش برضه تبقى بالجحود ده في المشهد ده. وبالنسبه لي كان مشهد عظيم جدا ليه. حتى عامله دور حلو جدا في فيلم فوي 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 اللي لسه شايفه النهارده، وممكن انزل له مراجعه بكره ان شاء الله، فما تنساش تعمل بقى سبسكرايب ولايك والكلام الحلو ده لو ما كنتش عملت عشان تشوف الحلقه بكره، وتتابعنا كده لو في جديد. بالنسبه لي برضه باسم سمره كان حلو جدا، بس في النص الاول من المسلسل مش في النص الثاني خالص. حسيت النص الثاني انه بقى عبث كده، واحد بيجري ورا الثاني عشان ابنه وساب بقى القضيه وساب مشاكلها، ولا انا عايز انقذ ابني انا مش عارف ايه. ما اعرفش ليه بيخلوها في الافلام والمسلسلات المصريه كده، بس هي حاجه ملهاش معنى ان انت تكون ماسك قضيه او ماسك حاجه معينه والمجرم يعمل فيك حاجه فتشخصنها بقى انا هنقذ ابني وهسيب القضيه ما كانش كل ده ما كانش له لازمه في المسلسل. حتى دور الاب مع ابنه اللي كان واخد خط حلو جدا، ما اعرفش خلوه عبثي، اللي هو حطوا الولد عشان احمد فهمي يخطفه عشان حوار سيب ونسيب وكل الكلام ده، بالنسبه لي ما كانش له اي لازمه. الخط ده كله كان ممكن يتشال عادي. فبالنسبه لي تمثيل باسم سمره كان جيد الى جيد جدا، ما اقدرش اقول انه كان عادي او كان وحش، لا هو كان حلو برده في بعض المواقف، لحد ما جت النهايه ودي بقى قلبت فيلم سبعيناتي بامتياز، فيلم مصري سبعيناتي. قبل ما اتكلم عن النهايه عايز اتكلم عن الموسيقى والاغاني والموسيقى التصويريه
في المسلسل ده كلها كانت حلوه جدا، من تتر النهايه لتتر النهايه. من المسلسلات القليله اللي انت هتستنى تتر النهايه لحد ما تخلصه، ما بتعملش سكيب مثلا او بتشوف الحلقه اللي بعدها لو كانت موجوده، لا انت بتستنى تسمع الاغنيه. وبرده عايز ادي ريسبكت كده للاخراج. الاخراج بالنسبه لي كان حلو جدا، ما كانش الاخراج الخرافي وبتاع، بس كان في مشاهد وكان في كادرات حلوه مثلا للعشوائيات، فكان في كذا مشهد حلو. فشابوه لهادي الباجوري في المسلسل ده. العصابة دي ولا ايه؟ يعني الواد ده بيقتل وهو مش عارف ان هو بيقتل؟ ودلوقتي عايز اتكلم عن النهايه اللي بالنسبه لي واحده من الحاجات الغريبه جدا في المسلسل ده. انت كنت ماشي كويس والحدث كان ماشي كويس، انت ليه بتعمل كده؟ ليه مخليه فيلم هندي او فيلم من السبعينات؟ هو كان ماشي حلو. معرفش ليه حسيت ان المسلسل كانه مسلسل عالمي لنتفليكس مثلا في اول 4 حلقات او 5 حلقات، بعد كده بدا يبقى فيلم على ايجي بيست والصوت مش راكب مع الصوره وتحس ان الدنيا باظت منهم خالص. طب ما انت كنت ماشي كويس والخط بتاعك كان كويس. ما اعرفش ده قرار اخراج، قرار انتاج عشان يعملوا جزء تاني، انا ما اعرفش السبب، بس بالنسبه لي النهايه كارثيه. يعني نهايه المسلسل خلاص انت لغيت القصه الواقعيه وعملت مسلسل له نهايه خاصه بيه وشخصيات خاصه بيه وكل حاجه خاصه بيه، فانت كان ممكن تعمل نهايه على حسب كيفك انت. فزي ما قلت نهايه المسلسل كانت اكبر السلبيات بالنسبه لي. انت خدت قصه حقيقيه وحاولت تطلع منها مسلسل ما عرفتش، فانت يا اما تاخد القصه الاصليه وتعملها لي، اللي بالنسبه لي لو كانت اتعملت كانت هتطلع احلى من المسلسل 100 مره، لان القصه الحقيقيه يطلع منها احداث اكتر من كده بكتير. لو انت ركزت في تفصيل الشخصيات شويه ممكن تطلع مسلسل، يعني مش هقول لك احلى من ده، هيبقى على الاقل قصه حقيقيه واقعيه. انت ممكن تركب الحقيقه على الدراما وتحط مشاهد من هنا ومشاهد من هنا، كان هيبقى عمل متكامل بالنسبه لي. يا اما كنت تعمل سفاح الجيزه عادي وتاخد شويه من هنا وشويه من هنا وتعمل لي نهايه منطقيه، ما تعمليش النهايه دي خالص. انما تقول لي خطف ابنه ويسيب القضيه عشان ابنه ويعمل لوكيشن لايف وبتاع، كل ده بالنسبه لي كان عبث في الاخر بصراحه. حتى النهايه بالنسبه لي كانت غريبه شويه. يعني الشخص اللي انت جبته لي ولابس زونت ده، هل مثلا هو اخوه صغير وناوي تعمل بينه سفاح تاني او ناوي تعمل جزء تاني لنفس الشخص؟ لان اصلا الشخصيه الحقيقيه لحد دلوقتي لسه ما اتعدمتش، فانت ناوي تعمل كده في اخوه مثلا انه يعمل قصه زيه، ولا انت ناوي اصلا تعمل قصه سفاح تاني ولا ايه؟ انا ما فهمتش بصراحه النهايه دي. بس في بقى كذا سؤال كده انا بسالهم بعد ما المسلسل خلص، بالنسبه لي الاسئله دي ما كانش ليها اي اجابه. امه اتحبست ليه؟ وبالنسبه لي مش عشان قتلت ابوه، لانها لو كانت قتلت ابوه ما كانتش طلعت من السجن وربته، فاكيد الام اتحبست لسبب تاني خالص. والسؤال التاني بالنسبه لي، ابوه راح فين؟ هل فعلا عملته كبده وسجق اللي عارف في الشارع، ولا مثلا دفنته؟ السؤال ده برده ما كانش له اي اجابه واضحه. هل مثلا في الجزء الثاني ممكن يجاوبوا على الاسئله دي، ولا هم مثلا هيعملوا مسلسل تاني لسفاح تاني خالص؟ لان مصر مليانه سفاحين على مر العصور، زي التوربيني مثلا اللي كان بيقتل الجثث بتاعته ويرميها على القضيب بتاع القطر، وده قتل بقى حوالي 26 جثه، فانت ممكن تعمل مسلسل 30 حلقه عادي جدا. وكمان في سفاحين كتير زي سفاح كرموز وسفاح المعادي، بس بالنسبه لي لو عملوا مسلسل تاني يحطوا بقى فيه مشاهد حقيقيه. يعني ما تجيبليش مثلا واحد زي التوربيني وتروح عامل لي قصه بنيها لي من اولها لاخرها، لا انت هات لي القصه الحقيقيه وزودها لي بمشاهد حقيقيه. كل المشاهد موجوده على يوتيوب، انت ممكن تاخد من هنا وتاخد من هنا وتعمل مسلسل حلو جدا. مسلسل سفاح الجيزه واحد من اهم المسلسلات في مصر دلوقتي، وبالنسبه لي هو يستحق فعلا الضجه اللي معمول عليه، مش مجرد مسلسل كده وخلاص لسفاح، لا هو مسلسل حلو جدا، واداء الممثلين فيه والاخراج والتصوير والاغاني بالنسبه لي عمل متكامل، بغض النظر عن النهايه اللي ما عجبتنيش ولا يعتبر عجبت اي حد. بس هل المسلسل ده يتقارن مثلا بالمسلسلات بتاعت بره زي مثلا جيفري دامر او تيد باندي؟ يعني تيد باندي ده من المسلسلات اللي انت يعني لا هم عملوا لها فيلم وعملوا لها مسلسل، بالنسبه لي الفيلم كان تعبان جدا. بالنسبه لي تيد باندي اصلا واحد من المسلسلات اللي ما اعرفش في ناس كتير ليه ما شافتوش، معمول له دوكيومنتري على نتفليكس من احلى الدوكيومنتريز اللي انت ممكن تشوفها في حياتك. دوكيومنتري فعلا حلو او وثائقي حلو، جايب لك الراجل وجايب لك متصور في كذا مكان وجايب لك الاحداث الواقعيه رابطها لك بالدراما وجايب لك تسجيلات ليه. فبالنسبه لي ده فعلا السفاح معمول بعمل متكامل، عمل درامي وعمل حقيقي. فهل العمل ده يتقارن بيه؟ اكيد طبعا لا، بس هو عمل متكامل كعمل مصري مقفول، بغض النظر بقى عن الاجزاء التانية والكلام اللي هما بيقولوه ده. وبس كده، ده كل كلامنا عن مسلسل سفاح الجيزه. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. وبالنسبه لللايك، يعني اللايك بيساعد في انتشار الفيديو، فاعمل لايك. لو في ناس بتنسى تقول لك انا هعمل في الاخر، انزل اعمل لايك، انزل. وبس كده. لو عاوز تتابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكربشن. سلام.